111 عام على ميلاده. تفاصيل الأيام الأخيرة والصعبة في حياة إسماعيل ياسين. إسماعيل ياسين اللي قدم للسينما المصرية العشرات من الأعمال الفنية اللي كانت وتظل علامة في تاريخ الفن. وعلى قد الكوميديا والبهجة اللي أدخلها إسماعيل ياسين في قلوب المشاهدين، ما كانتش حياته على نفس الموال، وواجه العديد من الأزمات والمآسي في أواخر أيامه. اتولد إسماعيل ياسين في يوم 15 سبتمبر عام 1912 في محافظة السويس، وهو الابن الوحيد لصائغ ميسور الحال في شارع عباس بمدينة السويس. وتوفت والدته وهو طفل صغير. اتجوز والد إسماعيل ياسين من سيدة أخرى كانت سبب في تراكم الديون عليه والزج بيه في السجن، وكان إسماعيل ياسين بيعاني من ده، علشان كده حاول البعد عن السويس. وكشفت العديد من التقارير الفنية إن الراحل إسماعيل ياسين اضطر للغناء في شارع الهرم بعد ما توقفت فرقته المسرحية عن العمل، ويظل يعاني ماديا بشكل كبير. ولما تلقى عرض من أجل الظهور عبر التلفزيون الكويتي، راح إسماعيل ياسين ليكرر إفيهاته بدون تجديد، وده أظهر بوضوح رغبته في الحصول على المال، وده ضاعف شعوره بالضيق والأزمة النفسية. اشتد المرض على إسماعيل ياسين ورفض الظهور في مسرحياته الفنية علشان ما يشوفوش الجمهور. في الحالة دي كان بيفكر الرئيس محمد السادات في تكريم إسماعيل ياسين، لكن وفاته المنية في يوم 24 مايو عام 1972 إثر أزمة قلبية حادة قبل ما يستكمل تمثيل دوره الأخير في فيلم من بطولة نور الشريف.